السلام عليكم، يومكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. انا عملت معاكم قبل كده كيكة بالمانجا والجيلي، وكيكة بفواكه الصيف والجيلي، وكمان رز ولبن بفواكه الصيف والجيلي، وكمان كنافة بالمانجا. يعني انا الوصفات دي كلها ما عنديش فيها اي مشكلة، يكونوا حلوين جدا في الصيف. يعني انا اول ما بلاقي فواكه الصيف كده بتهل عليا بحب استغلها في اي حاجه، ما هو مش هيبقى حر وكمان عدم استغلال يعني كده كتير. اما بقى اللوحه الفنيه اللي قدامكم دي فدي حاجه كده في حته لوحدها يعني، وبصراحه كده ولا تقولوا لي شرقانه ولا غرقانه ولا الفطسانه ولا المسخسخه ولا اي حاجه من دول خالص، ان دي مش مجرد وصفه، دي طبقات كده من السعاده والانتعاش. وطبعا بقى انتم مفكرين ان انا علشان حطاها على طبق تقديم وعماله اقطع منها مثلثات وقطع صغيره وبعملها معامله التورته ان هي كيكه او كنافه، لا 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 خالص. احنا عدينا المرحله دي خلاص. عارفين دي ايه؟ دي بسبوسه. اه والله دي بسبوسه. لا وايه بقى، مش اي بسبوسه، دي بسبوسه متكرمله وعليها طبقه من الكريمه معموله بالمانجا، يعني تحس ان انت بتاكلي بسبوسه بالايس كريم، ومكعبات من المانجا وكمان مكعبات من جيلي المانجا، يعني هيصه. تعالوا بقى نشوف الوصفه القمر دي بتتعمل ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو حابه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. يلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنعمل طبقه البسبوسه المتكرمله. انا عملتها معاكم قبل كده في فيديو منفصل، بس انا حبيت انزل لكم بالوصفه كلها على بعض. هعملها معاكم تاني علشان اللي ما شافهاش، وكمان علشان احمسكم لان هي من طعمتها انا ما بقتش بعمل غيرها. في طاسه على النار وحطيت ربع كوبايه بس من الميه، ونص كوبايه من السكر، ومعلقه كبيره من عسل الجلوكوز او العسل الابيض. وانا بقى في المرحله دي ما بستخدمش المعلقه خالص علشان السكر ما يسكرش معايا، انا بس بفضل احرك الطاسه كده كل شويه. ويا ريت ما تسيبيش الطاسه وتروحي تعملي حاجه علشان في فرق بسيط جدا ما بين كرمله السكر وما بين حروه. وبفضل بقى احرك الطاسه لغايه لما لون السكر يكون ذهبي، بلاش تغمقيه عن كده علشان طعمه ما يكونش مر. فخلي بالك من المرحله دي جدا، ان لون السكر يكون ذهبي فاتح علشان ما تنسيش ان البسبوسه لسه هتدخل الفرن، فالسكر بيتكرمل اكتر. وهنزل بنص كوبايه من السمنه البلدي ونص كوبايه من اللبن. ريت السمنه اللي انت هتستخدميها في البسبوسه تكون بلدي ابيض او بلدي اصفر، المهم ان نوع السمنه يكون نضيف جدا لان طعم البسبوسه في السمنه بتاعتها. وانت اول ما تنزلي بالسمنه واللبن هتهدي النار خالص، لان هتلاقي السكر عامل معاكي تكتلات. ما تقلقيش خالص، هتفضلي تقلبي فيها على نار هاديه لغايه لما السكر يفك منك، هي ما بتاخدش وقت خالص. وبعد ما السكر يدوب هطفي النار واسيب الخليط ده يبرد، يعني لما تحط صبعك فيه تتحمليه. انا بقى علشان اقلب البسبوسه على طبق تقديم زي اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده لازم اعمل الخطوه دي. بجيب كيس حراري من اللي هو بيدخل الفرن اللي بنعمل فيه اللحمه والفراخ. انا استخدمت مقاس 3، وباخد منه كيس واحد وبقطعه طبقتين، وباخد منه طبقه واحده بس. وعلشان اخد قطر الصينيه بجيب الكيس ده وبطبقه 4 على بعض، وبعدين باخد طرف المربع وافضل اتنيه على بعضه كده علشان يديني شكل القرطاس ده. وبعدين بقلب الصينيه وبحط طرف القرطاس ده على نص الصينيه، وبقطع بالمقص علشان اخد مقاس الصينيه. المقادير اللي انا بعملها معاكم دي صينيه مقاس 25. بدهن الصينيه بمعلقه سمنه بلدي قبل ما احط الكيس الحراري، وبرده بعد ما احط الكيس الحراري لازم ادهن الصينيه بالسمنه البلدي. يعني بدهن الصينيه قبل وبعد ما احط الكيس. هي الطريقه دي اللي بتخليكي تقلبي صينيه البسبوسه على طبق تقديم بكل اريحيه وما فيهاش اي صعوبه. ومقاس الصينيه دي هيحتاج كوبايتين وربع من سميد البسبوسه، حطيت عليهم ذره من الملح ومعلقه كبيره من جوز الهند الناعم، ممكن تستغني عنها لو انت مش حابه. وهقلبهم مع بعض كويس، وهجيب بقى خليط السكر المتكرمل والسمنه واللبن. وزي ما قلت لك علشان الخطوه دي مهمه جدا لازم الخليط ده يبرد، يعني تحط صبعك فيه تقدري تتحملي الحراره بتاعته. ما ينفعش نهائيا ان انت تشتغلي فيه وهو لسه سخن، الوصفه كلها هتبوظ. علشان في ناس ممكن تقلق من الشكل ده لما تلاقي خليط الكرم المقطع وتحس ان الوصفه باظت. لا هي ما باظتش ولا حاجه، هو الخليط مقطع علشان احنا مستخدمين سمنه مش مستخدمين زبده. وهحط عليه بقى السميد، بس خلي بالك في الخطوه دي ما تقلبيش كتير، يعني اول ما الخليط يتجانس في بعضه هتوقفي تقليب علشان ما تفعليش ماده الجلوتين اللي في سميد البسبوسه علشان ما تنشفش منك. وهصب الخليط في الصينيه وابدا ان انا اسويه بالاسباتيولا، وهجيب جنبي طبق فيه ميه وابل ايدي وامشي على وش البسبوسه مرتين 3 كده. انا الحركه دي بحب اعملها جدا في البسبوسه علشان بتاكد ان البسبوسه عمرها ما هتنشف في الفرن. والله لو اقول لكم ريحتها ولونها في المرحله دي بتخليني عايزه اكلها نيه. المهم ان البسبوسه القمر دي هتدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص نص ساعه بس، مش اكتر من كده. لو ما اخدتش لون من فوق بعد نص ساعه هتولعي عليها الشوايه دقيقتين بس وهتطفي. وقبل ما تطفي على البسبوسه ب10 دقايق حضري السيرب بتاعها اللي هو كوبايه وربع من السكر، كوبايه ونص من الميه، ومعلقه كبيره من عسل ابيض او عسل الجلوكوز او عسل الكنافه اللي بيكون تقيل، وعصره ليمونه، وحطيهم على النار. اول ما السيرب يغلي هتسيبيه يغلي غلوتين بس وتطفي عليه، يعني كاد يكون كده ميه بسكر. واول ما البسبوسه تخرج من الفرن هتنزلي عليها بالسيرب السخن. هي اخدت كميه السيرب كلها. تعرفي منين ان البسبوسه شبعت من السيرب؟ هتحطي صبعك كده على وش البسبوسه، اول ما تلاقيه بيطلع سيرب
تعرفي ان هي خلاص مش عايزه تاني. وهي كمان ما شاء الله علشان الطريقه ناجحه، اول ما نزلت بالسيرب شربته على طول. وهسيبها تهدى بس 10 دقايق وبعدين هغطي الوش بكيس بلاستيك او ستريتش راب، يعني اي حاجه عندك نظيفه استخدميها علشان تعرفي تقلبيها كويس. وما ينفعش ابدا جدا خالص تقلبي البسبوسه وهي سخنه، يعني هتسيبيها ساعه الا ربع ساعه، المهم ان هي تكون دافيه مش بارده قوي ومش سخنه قوي، علشان لو هي سخنه هتكون لسه طريه، ولو هي بارده السمنه اللي في قاع الصينيه هتمسك في الكيس والكيس مش هيتقلب معاكي بسهوله. فلازم البسبوسه تكون دافيه. بعد ما قلبتها شلت الكيس اللي كان في قاع الصينيه وبعدين حطيت طبق التقديم ورجعت قلبت الصينيه تاني على وشها وشلت الكيس اللي كان على الوش، وبس كده البسبوسه اتقلبت بمنتهى السهوله. وعلشان بقى احضر الطبقه التانيه اللي هتحسسك بالانتعاش فعلا استخدمت نص كوبايه من اللبن. اللبن يكون فيه قطع من التلج خصوصا في الجو الحر اللي احنا فيه ده، ونص كوبايه من عصير المانجا البيوريه. انا المانجا اللي انا ضربتها دي كانت موجوده عندي في الفريزر، طلعتها وقشرتها وقطعتها وضربتها وهي متلجه، فلازم جدا خصوصا في الجو الحر ده ان اللبن والمانجا يكونوا متلجين. وحطيت عليهم كوبايه من الكريم شانتيه الخام و3 معالق كبار بس مش مليانين من السكر البودر. ما تزوديش السكر قوي علشان البسبوسه بتكون مسكره طبعا من السيرة، فما يكونش الموضوع اوفر قوي. وهتضربيهم مع بعض، ولو لقيتي قوام الكريمه خفيف زودي معلقه او معلقتين من الكريم شانتيه علشان الكريمه يكون قوامها تقيل شويه علشان الجو حر. انا حطيت الكريمه في الكيس واستخدمت قمع الورده، لكن طبعا طريقه التزيين دي بتاعتك انت. وكمان قطعت مكعبات كده من المانجا علشان طعمها كله يبقى مانجا في مانجا. مش هقول بقى لنفسي كفايه لحد كده، لا ابدا ما تحصلش، لازم احط طبق كمان من الانتعاش، ما احنا في الصيف بقى. فعملت باكو من جيل المانجا، وطبعا الباكو بيبقى مكتوب عليه ان هو بيتعمل بكوبايتين من الميه. انا علشان الجو حر طبعا والجيلي ما بيستحملش عملته على كوبايه ونص بس من الميه، كوبايه ميه مغليه ونص كوبايه من الميه البارده. وجبت قالب الانجليش كيك ودهنته بالزيت كويس، وبعدين فردت فيه استرتش راب من الجوانب كويس، وبعدين حطيت فيه الجيلي وحطيته في التلاجة علشان يتماسك، وبعدين قطعته لمكعبات صغيره وحطيته على وش البسبوسه. طبعا انت لو عندك القوالب اللي بتتحط في الفريزر بتاعه التلج دي اللي هي على شكل مربعات كبيره او صغيره ممكن تستخدميها، هتكون سهله جدا. بس انا حطيت طبقه الاسترتش دي علشان اطلع الجيلي بمنتهى السهوله من غير بقى ما اضطر ان انا احطه في ميه سخنه ولا حاجه، لان الجو مش مستحمل. وطبعا لازم جدا خصوصا في الجو اللي احنا فيه ده بعد ما تخلصي تزيين تدخلي الطبق تاني التلاجة علشان الكريمه تتماسك كويس وطبقه الجيلي. وبس كده البسبوسه القمر دي كانت خلصت معانا. مش قادره بقى اقول لكم طعمها كان عامل ازاي بجد، يعني مش عارفه انت بتاكلي بسبوسه اللي هي ريحتها جابت لاخر الدنيا وهي في الفرن، ريحه كراميله السكر مع السمنه البلدي بقى لك انت تخيلي، ولا بتاكلي ايس كريم بالمانجا. ما هي الطبقه التانية دي مش كريمه عاديه، ما هي نفس طريقه الايس كريم بالظبط. فقمه في الانتعاش طبعا مع مكعبات الجيلي اللي بطعم المانجا اللي طالعه من التلاجة الساقعه دي. لا لا يا جماعه بجد بجد لازم تجربوها. وبصي لو انت هتعمليها لبيتك ممكن توفري على نفسك خطوات كتير انا عملتها. يعني خلينا اكون صريحه معاكم، لو انا هعملها لبيتي يعني بره التصوير هوفر على نفسي خطوات كتير. اولا مش هحتاج ان انا اقلبها في طبق تقديم، هي في الصينيه اللي هتدخل الفرن. لما البسبوسه تطلع شويه وتهدى هحطها في التلاجة لغايه لما تبرد، وبعدين هزينها وهي في نفس الصينيه، وبعد كده هقطعها واقدمها في اطباق تقديم في منتهى السهوله. او ممكن كمان لو انت جايلك ضيوف وعايزه تقدميها قدامهم بشكل شيك ومش هينفع ان انت تطلعي مثلا صينيه الالومنيوم دي، اعملي البسبوسه في البدايه في بايركس وبرده زينيها وهي في نفس الصينيه، فهيكون الموضوع اسهل بالنسبه لك. انا عملت الطريقه دي اولا علشان التصوير، تاني حاجه بقى تعملي الطريقه دي فعلا لو انت عايزه تاخدي البسبوسه دي زياره لحد مثلا، فمش هينفع ان انت تاخديها زياره في الصينيه الالومنيوم او في البايركس، خصوصا الزيارات اللي هي بتبقى بعيد شويه عن الاقارب، يعني اللي هي الحاجه فيها ما بترجعش، فلازم تاخديها في طبق شكله حلو. انا كمان علشان كنت عاملاها للبيت فقلبتها على طبق تقديم عادي، لكن طبعا لو واخداها لحد زياره مش هيكون الطبق ده ابدا. وفي حاجه مهمه جدا لو انت هتتبعي نفس الخطوات دي وعايزه تقلبي الصينيه بلاش تستخدمي ورق زبده، لان ورق الزبده في التسويه ما بيطلعش لون البسبوسه موحد، يعني هو انسب حل للكيس الحراري. انا حبيت اقول لكم شويه الحاجات دي في الاخر عشان تسهليها على نفسك. زي ما قلت لك انا لو بره التصوير وبعملها لبيتي مش هعمل كل ده. المهم ان انت قبل ما تحطي طبقه الكريمه لازم البسبوسه برده تكون طالعه من التلاجة. وبس كده، وخدي لنفسك بقى قطعه في طبق وحطي حواليها شرايح من المانجا، خدي طبقك وروحي اقعدي في اي ركن في البيت من غير ما حد يشوفك، واستمتعي بقى بايه بكل طبقه في البسبوسه دي. طبعا انا بقول اي كلام، انا عارفه ان انا بقول اي كلام لان اللي انا بقوله ده حلو، انا عارفه ان هو حلو، بس يلا ما علينا. المهم ان انت لما تعملي الصينيه دي دوقي منها كل حبايبك علشان هتعجبهم جدا، وعلى راي ماما ما بتقول كليها تروح وزعيها تفوح. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا الخير النهارده، اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله.